انت عارفه الهاي هيلز اللي انت بتعتبريها ايقونه الشياكه بدات كجزمه حرب؟ ايوه زي ما سمعتي كده. خليني انا احكي لك الحكايه. القصة بدأت في بلاد فارس في حوالي القرن العاشر، لما الفرسان كانوا بيلبسوا جزم بكعب عالي علشان تثبت رجلهم وهم بيركبوا الحصان، وخصوصا أثناء القتال ورمي القوس. وبعدها في أواخر القرن ال16 أو بداية القرن ال17 حصل تواصل ما بين ملوك وأمراء أوروبا وبلاد فارس، ومن هنا الفكرة وصلت لأوروبا. وهناك اتحول من مجرد جزمة كان بيلبسها الفرسان لرمز للسلطة والثراء والمكان. ومن هنا دخل عالم الموضة، ومن أشهر الناس اللي نشروا الكعب العالي لويس ال14 ملك فرنسا، واللي كان بيظهر بجزمة كعب عالي ولونها أحمر كمان. ومن ساعتها اللون الأحمر بقى مرتبط بالنبل والقرب من القصر. بس الكعب العالي ما فضلش كتير حكر على الرجالة، أصل الستات قالوا اشمعنى يعني الرجالة بيلبسوا الكعب عالي، احنا كمان عايزين نلبس الكعب العالي. وفعلا بدأوا يلبسوا الكعب العالي في القرن ال18. مع تطور الموضة ومرور الوقت كمان أحذية الرجالة بقت عملية أكتر، والستات هي اللي سيطرت على الكعب العالي لحد ما وصلنا لشكل الهاي هيل اللي احنا كلنا عارفينه دلوقتي، وبقى رمز للأنوثة. فالمرة الجاية وانتي بتلبسي الهاي هيلز ورجلك وجعاكي قوي، فكري حاجة مهمة، إن هو أصلا ما كانش معمول ليكي.